الحمد لله والصلاة والسلام على من اصطفى من خلقه، صلاة دائمة بدوام ملكه. السيد والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد عامل إقليم الحوز، السيد رئيس الجهة، السادة الكرام رؤساء وممثلي السلطة العسكرية والسلطة القضائية والسلطة الإدارية المحلية والمصالح الأمنية والمجالس المنتخبة وهيئات المحامين والمستشارين والنواب البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات المهنية وممثلي السكان وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني ومتقاعدي الأمن الوطني والسيدات أرامل رجال الأمن. السيدات الكريمات، السادة الأفاضل، كل باسمه وبصفته والاحترام الواجب له، باسم السيد المدير العام للأمن الوطني وباسمي الشخصي وصفتي، تتشرف أسرة الأمن الوطني بولاية مراكش أمن مراكش ويغامرها السرور أن ترحب بكم في هذا اليوم الذي يصادف 16 من مايو، والذي يرمز إلى إحدى المحطات الخالدة في تاريخ المغرب الحديث، ألا وهو تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، داعين لراعيها الأول عاهلنا المعظم وملكنا المفدى جلالة الملك محمد السادس المؤيد بالله بالنصر والتمكين. ولا يفوتني أن أعرب لكم عن تقديري وشكري ممتنا على تلبيتكم الدعوة وحضور هذا الحفل الكريم تجسيدا للذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي نحييها على عهدتنا المعهودة منتصف كل سنة، إحياء لذكرى هذا الصرح العتيد من جهة وتجديد العهد وإبراز الأشواط والجهود وتطلعات المستقبل. أرحب بكم جميعا في هذا الفضاء الذي أعد حديثا كمدرسة لحراس الأمن سيتم افتتاحها رسميا على المدى القريب، لتجسد لمسا من لمسات المديرية في تعزيز هياكلها الجهوية وخطوة من خطواتها للرقي بمجال التكوين وتنشئة أجيال جديدة من الأمنيين نساء ورجالا يرفعون راية حماية الأمة ويضحون من أجل أمن المواطنين وكرامتهم، أوفياء لخدمة الوطن ومتسلحين بالإخلاص والمعرفة القانونية والعلوم الأمنية. إن اجتماعنا اليوم له مناسبة حميدة لإبراز بما يسمح به الوقت من مكتسبات وبعض الإشارات الموجزة المؤشرة على قصارى جهود ولاية الأمن والتجند الدائم لنسائها ورجالها وما تحقق من أعمال، تجاوبا مع الأحداث اليومية ومع حاجيات المواطنين سواء في حياته العامة بالفضاء العام أو بصفته مرتفقا أو طالبا للحماية أو في حاجة لخدمات أمنية أو قضائية. حضرات السيدات، حضرات السادة، إن السنة البينية ما بين الذكرى 67 واحتفالية الذكرى 68 مرت بعدة محطات يتصدرها حادث الزلزال الأليم الذي ضرب مدينة مراكش وإقليمي الحوز وشيشاوة، فقد تجندت إبانه مصالح الأمن الوطني بهذه الولاية على غرار بقية القوات العمومية والسلطات العامة تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووفق التوجيهات الميدانية للسيد المدير العام للأمن الوطني ودعمه المباشر، وبرهنت عن قدرة وثبات وضبط للنفس، وقامت بمبادرات مشهودة وخطوات استعجالية استطاعت خلالها ضمان الأمن والنظام العموميين، حيث بادرت بتسيير التواصل مع المواطنين لتخفيف حدة الذعر وتحقيق التهدئة العامة وامتصاص المخاوف بشأن الأمن العام، وتمت تعبئة جميع الموارد البشرية بزي التدخل وتسخير جميع اللوجستيك الأمني بالفضاء العام، واستمر حضور الأمن الوطني بقوة مما وفر قدرا كبيرا من الهدوء العام ومنع أي فوضى وكبح أي قصد أو نية إجرامية. وقد تم تثبيت 63 وحدة أمنية بالشارع العام وأخرى متنقلة للمراقبة الترابية وتفقد الأحياء وأماكن تجمع المواطنين والمواقع الحساسة والأبناك والحي الصناعي وغيرها من القطاعات والمواقع الموجبة للحماية
في ذلك الظرف الدقيق، وتطويق الأماكن المنهارة وإحداث خلية قيادية للتواصل مع السلطات لتتبع الحالة العامة. كما اشتملت الجهود على وضع ترتيبات أمنية دائمة على مدار الساعة بمراكز الإيواء ومواكبة عمليات نقل وإنزال وإسكان التلميذات والتلاميذ ضحايا زلزال إقليم الحوز، ومساعدة السلطات المحلية في أعمالها اليومية، وحراسة المرور الثقافي والسياحي، وتأمين المزارات التاريخية، وانتداب الشرطة العلمية. وفي نفس الضربية الحساسة وفي ظل الاحتياجات الآنية المطلوبة بالإلحاح لفائدة ضحايا الزلزال وتعاظم أهمية دور التدخلات الإنسانية، فإننا نستحضر بكل فخر واعتزاز تدخل السيد المدير العام للأمن الوطني مباشرة بعد الهزة الأرضية من أجل التخفيف من آثار الكارثة، من خلال انتداب وحدتين للمطعمة متخصصتين في إعداد مادة الخبز لفائدة الساكنة القروية المتضررة. ومنذ انطلاق العمل الميداني بإقليم الحوز يوم 10 من سبتمبر من السنة المنصرمة وإلى غاية يوم 12 نوفمبر من سنة 2023 تم إنتاج ما مجموعه 364,440 قطعة من مادة الخبز بإنتاج يومي بلغ حوالي 6,000 قطعة. وبشأن إنجاز وتسجيل وتسليم بطائق التعريف الوطنية للمتضررين من الزلزال مع إعفائهم من مبلغ الرسوم انسجاما مع المقاربة التي أقرتها القيادة المديرية، فقد بلغت حصة إقليم الحوز إنجازا وتوزيعا 3626 بطاقة، فيما حظي إقليم شيشاوة بإنجاز 457 بطاقة، بالإضافة إلى الشريحة العريضة من المتضررين التي استفادت على مستوى مدينة مراكش. ولا يفوتني أن أستحضر بالامتنان والشكر تفاعل السلطات كافة على دعمها المادي والمعنوي وتتميم جهود مصالح الأمن الوطني إثر هذا الحادث المؤلم. حضرات السيدات الفاضلات والسادة الأفاضل، أود أن لا أختزل العمل الأمني في بضع معطيات في هذه الكلمة المناسبة بغزارتها، فالجهود زاخرة بالمعطيات والأرقام والإنجازات والتضحيات لا يتسع الوقت والمقام لاستعراضها كليا، غير أنه بالإمكان إبراز إشارات منه لتقرير معالمه بهذه المناسبة الكريمة. إن العمل الأمني هذه السنة اتسم بالحضور الأمني البارز وظل مطبوعا بهاجس الاستباق والمبادرة والتعبئة وضبط مؤشر الإحساس بالأمن الذي استقر مؤشره في نسبة 98.10%، مع تسجيل تخطي 100% في الحالات المتصلة بتحقيق أكبر عدد من القضايا الآنية أو المعلقة. هذا بالإضافة إلى تغطية الأعمال النظامية الكبرى والأحداث اليومية والمبادرات المضطردة بحرص ومسؤولية وتجنب، وفي تجاوب تام مع أهداف الاستراتيجية الأمنية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني 2022-2026. فقد عرفت نفس الفترة عمليات استراتيجية مجالية انعكس وقوعها إيجابا على مؤشر الإحساس بالأمن العام وعلى لغة الأرقام، حيث تم التصدي لكافة مظاهر الجريمة. وفي سياق الأوراش الرائدة تتصدر الاجتماعات التنسيقية التي تجمع ممثلي رئاسة النيابة العامة وأطر المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني كفضاء لتنزيل توصيات مشتركة للمديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة، ومعها مصالح الدرك الملكي لتعزيز دينامية العمل القضائي وتحقيق العدالة الجنائية في أبعادها المختلفة، حيث تحرص ولاية أمن مراكش على توطيد التوصيات في صلب الخطة اليومية وتكريس العمل بها والمنبثقة عن أشغال مختلف اللقاءات التنسيقية، وعلى رأسها الاجتماع الافتتاحي المنعقد بالمعهد العالي للقضاء خلال شهر يونيو 2021، مع الحرص على الإسهام الفعال في تعزيز النجاعة القضائية بشكل ينسجم انسجاما تاما مع التوجيهات المديرية وتحقيق الطموح المشترك بين القيادة المديرية ورئاسة النيابة العامة، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والسادة وكلاء الملك لدى مختلف المحاكم الابتدائية على ما يقومون به من جهود حثيثة إزاء هذا الموضوع والخطة المعتمدة لترصيد الثقة وتعزيز الآليات المشتركة
بين ضباط السلطة القضائية والجسم القضائي في إطار التنزيل المحكم لكافة التوصيات المشتركة وتحقيق النجاعة القضائية وتعزيز قيم العدالة الجنائية. وكذلك الشكر موصول لكافة الهيئات القضائية، وإرساء للتوجيهات المرتبطة بتدابير اليقظة الأمنية والرفع من درجة الحضور الأمني والمراقبة إزاء التهديدات الإرهابية. فإن ولاية أمن مراكش وبتنسيق محكم مع المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني تواصل عملها بحزم وصرامة حماية لحرمة المؤسسات والأشخاص والممتلكات والثوابت، والتصدي لأي تهديد أمني محتمل من شأنه المساس بالأمن والنظام، وأنتهز الفرصة لتقديم كل ما يقتضيه من امتنان للقيادة الجهوية لمراقبة التراب الوطني ومصالحها. كما اشتملت جهود مصالح الأمن على التدابير الأمنية اليومية والمشددة لتوفير المناخ الأمني المناسب والوقاية والاستباق لتغطية كافة التظاهرات والملتقيات كيفما كان حجمها، والأنشطة اليومية والنزاعات الاجتماعية والوقفات والمسيرات وكافة الحركات الاحتجاجية أو التضامنية والمناسبات والأعياد الوطنية والدينية، والتي بلغ عددها الإجمالي خلال هذه السنة 1460 عملا نظاميا يتصدرهم اللقاءين العالميين: الدورة الأولى لمنتدى جيبكس المغربي الإفريقي، والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع كل ما يرتبط ذلك من توفير الاحتياطات الأمنية والتدابير الكافية لتحقيق تغطية محكمة وشمولية للمدينة، بالإضافة إلى تدعيم الأمن السياحي، وهو أحد المحاور الأساسية للعمل الأمني اليومي، انطلاقا من مكانة المدينة التي تشكل إحدى الوجهات السياحية عالميا، وترسيخا لتوجه القيادة المديرية بشأن رفع قدرات المناطق الأمنية في مجال تقريب الخدمات الإدارية والمرفقية ودعم التقطيع الترابي المتوازن. فقد عملت ولاية الأمن بالتنسيق مع المصالح المركزية على تثمين رصيد البنية الأمنية بمراكش من خلال إحداث فرقة للشرطة القضائية بكل منطقة أمنية على حدة بمدينة مراكش، لتصبح بذلك المناطق الأمنية متوفرة على أهم الأجهزة في محاربة الجريمة وتعزيز العمل القضائي والمصدري تحت الإشراف المباشر لرؤساء المناطق، وتعطير المصلحة الولائية للشرطة القضائية. وتستمر الجهود لإضافة 3 دوائر إضافية للشرطة: الدائرة الأمنية بالفخارة بحي الفخارة بسيدي يوسف بن علي، ودائرة المسار، ودائرة مبروكة، ومنطقة أمنية سادسة، مع ما يلزم من الثناء على دعم السلطات الولائية والجماعية لجميع هذه المشروعات الرائدة بالتنسيق وإشراف السيد والي الجهة. وتنفيذا لتوجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني الرامية إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين بالعالم القروي في الشق المقترن بالبطاقة الوطنية الإلكترونية، فقد اعتمدت قيادة ولاية الأمن خريطة متقدمة في إنجاز بطائق التعريف الوطنية لفائدة الساكنة القروية من خلال دراسة الطبوغرافية للمناطق البعيدة من مراكز عمالات الأقاليم التابعة لتراب هذه الولاية، والتنسيق بشأنها مع السلطات الإدارية والترابية، حيث تم القيام بعمليات موفقة نالت امتنان الساكنة وإشادة المجتمع المدني وتقدير السلطات، وهي جهود التي لامست إنجاز ما مجموعه 9343 بطاقة لفائدة الساكنة القروية، إنجازا وتسليما بعين المكان، ليصبح العدد العام لهذه الوثيقة خلال هذه السنة على مستوى قيادة ولاية أمن مراكش 217,083 بطاقة. ولا تخفى عليكم جهود مصالح الأمن في تأمين محيط المؤسسات التعليمية، التي عززت ولاية الأمن مناطقها الترابية الخمسة ب5 وحدات متنقلة متخصصة في تأمين محيط المؤسسات التعليمية وحماية الأطر والتلاميذ، وتفعيل التواصل مع المدراء والفاعلين التربويين، وتفعيل الحماية الأمنية ومواجهة أي شكل من أشكال المس بالأمن المدرسي، مع انتداب خلية متفرغة للتحسيس المدرسي بمدينة مراكش. كما تركزت جهود
ولاية الأمن على تعزيز السلامة الطرقية من خلال العديد من المحاور اليومية، خصوصا وأن مدينة مراكش أصبحت بفعل تطورها العمراني والاقتصادي والاجتماعي تعتبر من أكثر المدن أهمية ارتباطا بحجم أسطول الدراجات النارية والمركبات، مما يتطلب من مصالح الأمن تعبئة مستمرة على مدار الساعة لضبط حركية المرور وفرض التطبيق السليم لمدونة السير وإجراءات الردع القانونية ومواكبة المخطط الوطني للمراقبة الطرقية. حيث وبهذه المناسبة أذكر بافتتاح مصلحة جديدة لمعاينة حوادث السير بمنطقة هيليز مقرها بحي إيسيل في إطار تعزيز القرب وتحقيق السرعة في الانتقال والمعاينات. كما ننسى الجهود التي تقوم بها مصالح الأمن على مستوى شرطة الحدود، وقد اتخذت ولاية الأمن طيلة السنة تدابير متقدمة وتخصيص موارد بشرية مؤهلة من طرف المصالح المركزية على مستوى المطار المدني، الغاية منها التحكم في الأعداد الغير مسبوقة للمسافرين والتي بلغت أكثر من 7 ملايين مسافر، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. كما واصلت ولاية الأمن بالتأطير من القيادة المديرية تعزيز التوجه الهادف إلى تأهيل المرفق الأمني المكلف بالعدل ضد النساء وتوفير الأمن والحماية للمرأة المعنفة، وأجرعت المساطر اللازمة لقضاياها وفق مقتضيات القانون والتعاطي مع هذه القضايا بكيفية خاصة جدا وفقا لضوابط مصرية محددة، وأجرعت وسائل حمايتها واتخاذ كافة التدابير لصيانة حقوق المرأة وصون كرامتها من كل تأثير مباشر أو تهديد كيفما كانت طبيعته أو مصدره. وإدراكا لما يقتضيه الأمر من تبيان للإحصائيات الرقمية التي طبعت الجهود العامة، ونظرا لحيز الوقت سوف نوجز الأرقام الإحصائية وفق نظرة مقتضبة عن الحصيلة التي استطاعت ولاية الأمن تحقيقها والجهود المبذولة والغاية والأهداف المرسومة. فبالنسبة للتغطية اليومية يمكن أن أذكر هنا بأن العدد المواقع المؤمنة 219، عدد الموظفين المنتشرين يوميا في الشارع العام 1090 موظف، عدد الوحدات القارة 83، عدد الوحدات المتنقلة 113، عدد النقط الحساسة المؤمنة 60، عدد الارتكازات الاحتياطية 38، عدد الوحدات الخاصة بمكافحة الجريمة 54. أما فيما يخص الجزر فإن العمليات الأمنية أسفرت عن التحقق من هوية ما يزيد عن 852,808 شخص، وعدد الأشخاص الذين تم إيقافهم كأشخاص مبحوثين عنهم خلال هذه السنة 29,758. الأشخاص الموقوفون المبحوث عنهم على الصعيد الوطني 11,403. الأشخاص الموقوفون في حالة تلبس 64,677. عدد الأشخاص المتورطين في الإرشاد غير القانوني 3,379. عدد الأشخاص الموقوفين من أجل حيازة الأسلحة بيضاء 1,319. عدد الأشخاص الذين تمت مساعدتهم للإيواء متشردين ومتسولين ومختلين عقليا 31,961. عدد الأشخاص المقدمين للعدالة 55,065. عدد الملفات الإدارية والقضائية المنجزة خلال هذه السنة 243,296 ملف أحيل على الجهات القضائية. بالنسبة لمحاربة المخدرات عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم 27,101. الكميات التي تم حجزها 193 كيلو و393 كيلو من مخدر الشيرة. الكمية المحجوزة من الكيف 606 من مخدر الكيف. الكمية المحجوزة من التبغ المهرب 250 كيلو. الكمية المحجوزة من المخدرات الصلبة 10 كيلوات و306 غراما. الكمية المحجوزة من الأقراص الطبية
المهلوسة 30,809 قرص. عدد السيارات المحجوزة 96. عدد الدراجات النارية المحجوزة 345. نظرة أخرى حول السلامة الطرقية، فقد تم إنجاز ما مجموعه من المحاضر المخالفات 57,756. عدد الغرامات التصالحية 97,545. عدد الدراجات النارية التي تم إيداعها بالمحجز 43,217. عدد السيارات المخالفة الموضوعة بالمحجز 7,844. بالنسبة لشرطة الحدود فقد تم مراقبة ومعالجة 7,394,000 شخص على مستوى مطار المنارة مراكش. حضرات السيدات والسادة، هذه نظرة فقط بإيجاز على بعض الإنجازات، مكتفين ببعض الإشارات اعتبارا للحيز الزمني، حيث سقنا أبرز المنجزات التي طبعت فترة ما بين الذكرى الماضية والذكرى 68. ومن خصالنا دائما واجب العرفان والإشادة والتقدير بالجهود. لذا أتقدم باسم السيد المدير العام للأمن الوطني وباسمي وصفتي ونيابة عن كافة أطر ومسؤولي وموظفي الأمن الوطني في ولاية أمن مراكش بالشكر والامتنان والتقدير للسلطات الإدارية المحلية، وعلى رأسها السيد والي جهة مراكش الأسفل وجميع المسؤولين بمختلف المصالح والأقسام والمناطق الحضرية بمراكش، وتنويه وتقدير كذلك لمصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ومصالح القيادات الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والحامية العسكرية ومختلف الهيئات والجهات المؤسساتية، والسيدات والسادة رؤساء المجالس المنتخبة والسادة رؤساء المحاكم وقضاة النيابات العامة والإدارات العمومية وجميع المؤسسات والمسؤولين. والشكر موصول أيضا لجميع الشركاء وفعاليات المجتمع المدني وهيئة الدفاع وجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واتحاداتها والصحفيين والمصورين ووسائل الإعلام الإذاعية والسمعية والبصرية وجميع الفعاليات التي تشارك مصالح الأمن جهودها في استتباب الأمن والطمأنينة والسكينة في عملها اليومي. وبهذه المناسبة الخالدة فإن قيادة ولاية أمن مراكش ونيابة عن كافة أطر وموظفي ولاية أمن مراكش نساء ورجالا يسعدها شرفا وفخرا أن ترفع إلى المقام العالي بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله أسمى وأجل آيات الوفاء والولاء والإخلاص وأصدق مشاعر الالتحام بأهداف العرش العلوي المجيد، مؤكدين للجناب الشريف التشبث بثبات وتبصر بخطى تعليمات جلالته الإسلامية السديدة والعمل الثابت وفق توجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني بكامل الإخلاص والصدق ضمانا لأمن المواطن والوطن وتوابت مقدسات الأمة. شعارنا الخالد الله الوطن الملك. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه السميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في عشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.